السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع. كنتمنى من كل قلبي تكونوا كلكم على خير. قبل ما نبدا الفيديو ديالي ان شاء الله، علاش كنضحك؟ حيت انا نفس الهضره غنبقى نقولها ونعاود نقولها الى حيانا الله. انا دائما كنشكر كلهم الاخوات، كلهم بحال بحال. انا ماشي كل وحده كنقول هذه هضره وكنقول هذه هضره، لا، كلهم بحال بحال. اليوم باذن الله بغيت نشجع وتشجعوا حتى نتوما معايا الاخت اللي عندها قناه على اليوتيوب، شهيوات ووصفات الام المغربيه. رائعه هاد القناه، رائعه، عندها وصفات رائعه جدا. نتمنى الكل يدخل يشوفها ويشجعها، واخا هي تبارك الله تبارك الله عليها، ما شاء الله، كلشي اللي كتحط من يديها كله زوين. نتمنى الكل يدخل يشوفها، وانا كنشجعها بزاف بزاف بزاف، وتبارك الله عليها. ندوزو للوصفه ديال اليوم ان شاء الله. اليوم غنقدم لكم موس وكافي ولا موس بالقهوه. نبداو على بركه الله. عندي هنا 4 أصفار بيض، عندي هنا 4 أصفار بيض، وهنا 2 ابيض بيض، عندي نصف لتر حليب، و3 المعالق صغار ديال القهوه، 3 المعالق صغار ديال القهوه. انا عندي هنا قهوه مختلطه. عندي هنا كاس ديال السكر الخشن او سنيده. عندي هنا 2 معالق صغار او معلقه كبيره ديال النشا اللي هي المايزينا. عندي هنايا كريم، هي القشطه طريه، 20 سنتيلتر 20 سنتيلتر. نبداو على بركه الله. اولا غناخذ هذا الحليب، غادي نفيضو. غناخذ اصفر البيض، وغادي نزيد عليه تقريبا 100 غرام ديال السنيده، لانني هنا تقريبا عندي 150 غرام ولا 140 غرام. انا دائما كنقص السكر. غادي نضربهم بهذا الفوي مزيان. من بعد ما وصل الحليب مرحله الغليان، انا غنضيف عليه هذه القهوه، غادي نخلطو. نخليه على جنب. غادي نكمل البيض. ها هو ماشي بشرط غادي يطلع بزاف، ولكن غير تذوب لينا سنيده على هذه الطريقه. غادي نزيد لا مايزينا ديالي، ها هي. بعد ما خلطت هاد الحليب والكافي ديالي، هاي ولات قهوه خاصه واحد تيبا او شوكولا، يا سلام. دابا غادي نبدا نضيف هاد الحليب بالقهوه شويه بشويه على هاد البيض. نبدا نضيف الحليب شويه بشويه بهاد السرعه باش ما يطيبش لينا البيض. دابا غادي ناخذ هذا الحليب، غادي ناخذ هذا الخليط عفوا، وغادي نرجعو لاكاسرول، وغنحط كلشي فوق النار. فوق النار لاكاسرول ديالي غادي نبدا نحرك، والعافيه شويه ناقصه حتى يبدا يتقال لينا الخليط، ونحيد لاكاسرول ديالي. الخليط ديالنا ها هو وجد. دابا غادي نخليه يبرد تماما. عاد نضرب ابيض البيض، ومن بعد نكملوا البقيه ان شاء الله. بعد ما خليت الخليط يبرد، دابا غادي نطلع هذا البيض البيض. انا درت واحد القريصه ديال الملحه
باش دغيا يطلع. وديك السكر اللي شاطلينا غادي نقسمو ما بين بياض البيض وما بين القشده. بياض البيض بعد ما طلعته خصو يجي على هذا الشكل هذا، وديك شويه ديال السكر غادي نخدم به القشده. القشده هي حطيتها في هاد الصاله ديال بارده. دابا غادي نطلعها بديك شويه السكر. القشده ديالنا بعد ما هي القشده ديالنا من بعد ما طلعتها. دابا انا غادي نتسنى على الخليط اللي في الكاسرول يبرد مزيان. من بعد ما برد الخليط ديال القهوه والحليب والنشا، هانتوما كي كتشوفوا خصو يبرد مزيان. غادي نبدا نخلط مع القشده الطاريه اللي طلعت. نخلط شويه بشويه على هذا الشكل هذا. من بعد ما خلطت الخليط مع القشده الطاريه هانتوما كي كتشوفوا، دابا غادي نبدا نزيد بياض البيض ونحرك غير بشويه هكا من الفوق للتحت حتى تنسجم العناصر كامله. من بعد ما خلطت الخليط كامل، دابا انا عمرت الكيسان ديالي. دابا غندخلهم الثلاجه او موا يبقاو واحد ساعتين، وهما خصهم اكثر باش يشدوا في راسهم. لاموس ديالنا ها هو من بعد ما برد نقدمو لكم بالصحه والراحه. اللي عجبو الفيديو يدير اشتراك ويدير جيم. السلام عليكم.